السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي ومشاهديني؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. النهارده بقى قلنا نعمل حاجة سريعة من بعد العيد كده، والأكلات بتاعتنا بسيطة وسهلة، وبالذات في الحر ده بنعمل حاجات سريعة وبسيطة وتكون في نفس الوقت طعمها حلو أحسن من الجاهز، بدون فرد ولا عجن ولا أي حاجة. هنعملها نص كيلو لحمة. أنا جايبة اللحمة اللي هي الحلواني دي، جميلة جدا في يعني حلوة جدا في الجلاش. أنا طبعا بعمله باللانشون أو بالسوسيس أو بالجبنة. أنا جربت النهاردة باللحمة بدل ما نقعد نفرد ونعمل في الجلاش ونعمل كل رق ورق كده بسمنة أو زبدة. بدأت كده نزلت معلقتين زيت كبار أو 3 كده في طاسة، وهبدأ معاكم أعصج اللحمة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا دي عامله 350 جرام، احنا هنضاعف الكميه طبعا بالحاجات اللي هنحطها، وهتعمل صينيه معانا كبيره مقاس 35. ما شاء الله. نزلت كده بعد ما بدات تنشف خالص وتتشرب كده ولونها يغير معايا، ما تبقاش فيها دم ولا اي حاجه. نزلت بالبصل والفلفل، بصلايه كبيره او بصلتين كبار وسط، والتوابل بتاعتي كبابريكا، كزبره ناشفه، فلفل اسود، سنة 7 بهارات. ومعايا الفلفل بتاعي حطيته الفلفل الاخضر، لو عندك فلفل الوان هيبقى احسن. ما حطيتش الطماطم الا بعد ما تتبل معايا البصل والفلفل مع اللحمه. بدات نزلت بالطماطم بتاعتي تاخد برضو تسويه كده معاها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بدات قلبت وبدات بقى اقطع بقى الجلاش بتاعي، ومجهزه الصينيه بتاعتي طبعا. ما خدتش مني وقت ولا مجهود، ما خدتش 5 دقايق على بعض تقطيعه بتعصيج اللحمه او 10 دقايق. معايا كده قطعت بالشكل ده على شكل الرول، سبت الرول زي ما هو خالص وقطعته كده بالسكينه حلقات بالشكل ده. بدات طبعا كل حاجتي بقى بدات تجهز كده، واللحمه خلاص استوت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. دهنت الصينيه زيت او سمنه حسب ما انت تحبي، وبدات كده صينيه كبيره بصراحه، وعملت لي يعني كميه بسم الله ما شاء الله. بدات كده هحط بقى الرولات دي، فردتها بالشكل ده. طبعا لازم تفرديها عشان ما تعجنش منك وتبقى حلوه ومورقه. بدأت كده بالشكل ده. طبعا المكونات انا هقول لكم هنحط ايه برضو تاني. فردت كده الرولات بتاعتي كلها، وبدات انزل باللحمه بتاعتي. انا ما حطيتش ليه سمنه ولا زيت ولا سقيت الرق ده، لان انا عندي اللحمه بتاعتي فيها زيت، فدي كافيه ان هي تتشرب معاها، وانا دهنه زيت في الارضيه. بدات شفتي ما شاء الله الكميه عملت معايا كميه كويسه ازاي. يعني ال 350 جرام بقى حوالي 700، اتضاعفت الكميه تماما ما شاء الله. رصيت عندي زيتون مقطع مخلي، بدأت كده نزلت بيه. عندك انت خيار مخلل، اي حاجة عندك، فلفل هالبينو، اي حاجة بتنزلي. نزلت بالرقات التانية بنفس الشكل ده، وورقتها كده وفردتها. بدأت كده انا دلوقتي خلصت كده الرقات بتاعتي. انا عندي طبعا كوباية الا ربع زيت على سمنة، عندك زبدة برضو ممكن، وبيضاية بالشكل ده. هقلب البيضاية طبعا بفلفل اسود وملح، بس ما كترش الملح. وبدأت ونزلت بكوباية من اللبن كبيرة. هبدأ بقى احط التوابل معاكم، فلفل اسود وملح بالشكل ده. عايزه تحطي انت بيكنج باودر ممكن عشان يورق اكتر تحطي. بدأت كده نزلت بالسمنه بتاعتي، شربت كل الجلاش خالص. ده الرق الاخير اهوت. لو عايزه تعمليها اكتر من رق ممكن، لو انت عندك تسمح الظروف. بدأت كده خلاص ورقتها وحطيت عليها الزيت بتاعي. بدأت كده هشرب بقى باللبن والبيضه اللي انا عملتهم، حطيت عليهم فلفل اسود بالشكل ده وملح. بدأت كده أرشرش كده في الأول، وبعد كده كبيت بقية الكمية على طول عشوائي. طبعا ده كله هيتشرب، بسيبه لما يتشرب خالص. وبعدين بنزل بالموتزاريلا بتاعتي. عندي حوالي كوباية موتزاريلا صغيرة، بدأت نزلت بيها بالشكل دوت. انت حتى لو ما عندكيش موتزاريلا هتطلع معاكي وشها جميل وجميلة، بس هو بيديها يعني تستايه حلوة كده. بدأت كده خلصت. لو انت عندك رومي برضو تبقى جميلة جدا. بعد ما دخلتها الفرن على درجة حرارة 200، طلعت خلال ربع ساعة بالظبط. ما قعدتش معايا كتير جدا. قطعتها مثلثات بالشكل ده، باخد الجزء كله وبقطع مثلثات عكس بعضها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بدأت طبعا هطلع كل المثلثات اللي انا قطعتها، وما شاء الله متحمرة من تحت تحمير جميل جدا. انا نسيت بس في الفيديو ان اوريكم من تحت عاملة زي لون ذهبي خطير، مقرمشه من بره وطريه من جوه، واللحمه تحفه فيها، وكانك بتاكلي حاجه كده بصراحه، ولا اكل مطاعم، وموفره واقتصاديه وتحفه. جربوها في اي حشوه انتوا هتحبوها، هتعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو بقى الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس، وانزلوا كده بصوا على الفيديوهات اللي انا عاملاها. برضو عامله الفطاير دي بالجبنه، هتعجبكم جدا جدا جدا. ومعايا كاتشب كده اللي هي اكياس صغيره،
عندك انت الكاتشب العادي او مايونيز او اي حاجه قدمي معاها. وبالهنا والشفا. شايفين حبايبي كل حاجه انا حطيتها مديالها طعم جميل. الف هنا وشفا.